يعني القطر فاتها في السن اللي كل الناس مستنية البنت دي ترتبط فيه، بس ربنا بيعوضها بواحد. نقطة مهمة أوي 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 عايز أقولها لكل بنت جميلة ويعني بتتقي الله في نفسها. ربنا يسامحك يا معتز والله. يعني أنت أول ما سألت السؤال ده جه في بالي موقف على طول بينك وبين ربنا. يا رب أنا اعتمدت عليك، توكلت، أخذت بالأسباب، أنا مجتهد في شغلي وبطور من حالي، الباقي بتاعك. مشاهدينا ومستمعينا مشاهدي بودكاست مستر فايبس، أهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات مستر فايبس والحسن بن عمران، والجزء الثاني من بودكاست شريك الحياة بين أمل الزهور وحيرة الاختيار. قبل ما نغوص في الحلقة بتفاصيلها الجميلة مع كوتش الحسن بن عمران، لو انت متابعنا جديد اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد القناة، ولو انت متابعنا بشكل دوري شير الحلقة ولايك وتعليقاتك الجميلة على محاور وأسئلة وأجوبة البودكاست. ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة. هو أنا لازم أفرح ولا لازم أختار؟ ليه كل مرة أقول أنا مرتاح كده ألاقي ألف صوت بيقول لي مش هتفرحنا بقى؟ طيب أفرح مين؟ هو أنا ألاقي اللي يفرح قلبي أنا؟ وليه كل بنت كل ما تحاول تختار بعقل وقلب يتقال لها اقبلي بأي حد لقطر الجواز يفوتك؟ هو الجواز بقى محطة ولو فاتني أبقى أنا فشلت؟ ولا حد سأل هو مين اللي هيكون ظهري بجد؟ الناس بتسأل هو شكله عامل ازاي، معاه فلوس، مستقبله، شغله. محدش بيسأل هو هيسندك لما تقعي. احنا اتربينا على ان الحب كفاية، بس الحقيقة من غير دعم الحب بيتكسر. النهاردة في جلسة غير اي جلسة هنتكلم عن الاختيار الحقيقي، مش الاختيار اللي يرضي الناس ولا اللي يكمل الصورة ولا اللي ينفع يتصور ولا السيلفي ولا حياة السوشيال ميديا اللي مليانة فلاتر، لكن الاختيار اللي يكمل الروح، اللي يسند ويعين. شريك الحياة هل هو حب بس؟ شريك الروح والدرب حبه كافي؟ حبه جنة أنا عشت فيها؟ ولا لازم يكون داعم قبل أي حاجة عشان ما ننكويش بنار قربه وهو فاتر من ناحيتي من المشاعر ومن الدعم؟ استعد، لأن الجلسة دي فيها كلامك اللي عمرك ما قلته بصوت عالي، فيها أسئلتك اللي كنت بتسكتها وبتخرسها كل ليلة قبل ما تنام، فيها أنت لو بصيت لنفسك بصدق حتى ولو لمرة واحدة. اوعى تسيب الجلسة دي تعدي من غير ما تفتح قلبك معانا. وبنوجه أول سؤال لكوتش الحسن. تخيل نفسك مكان حد أعزب، ترد بإيه على جملة مش هنفرح بيك بقى؟ مفيش حاجة قريب ولا إيه؟ اتخيل نفسي مكان حد اعزب. اوكي، هحاول اتخيل طبعا. ماشي. حد بيقول لي بص انا هنا النقطة دي بيفرق معايا هو مين اللي بيقول. يعني هل هو حد جميل جدا فعلا عايز يفرح بيا فبحاول افهمه ان والله هو النصيب، ادعي لي، ولا هو حد بايخ، ولا هو حد رخم. تمام، فوقتها يعني انا عندي الشجاعة الكافية ان انا اقول له انا مش عايز افرحك يا اخي، انا مش عايزك مبسوط. فبقى يعني الموضوع بيتوقف عندي على الشخصية. لو هو حد بيحبني وفعلا عايز يفرح بيا فبقول له ادعي لي، يعني الموضوع يقرب، لان انا فعلا محتاج الانسانة اللي تدعمني وتكون جنبي. او بعكسه او بنكشه كده، بقول له طب يا عم تشوف لي عروسة، بدل ما انت عمال تقول لي مش هنفرح بيك، مش انت عايز تفرح شوف لي عروسة. لكن لو شخصية تانية لا، الحمد لله عندي من الشجاعة والقوة والبجاحة ان انا اقول له انا مش عايز افرحك، انا عايزك متضايق. فبيبطل بقى، ما بيجيش على سكتي تاني خالص. تخيل نفسك بنت عزباء، ترد بإيه على اقبالي بأي حد لقطر الجواز يفوتك؟
طيب هتخيل ان البنوتة اللي بيتقال لها اقبلي بأي حد او اقبلي بحد فيه مواصفات مش مناسبة ليكي. في بنوتة مثلا بتقولي انا رفضت عريس عشان بيدخن، وانا اهلي شايفين ان هو عريس لقطة، بس انا عارفة ان التدخين حتى لما قعدت معاه قال لي لا ما تنتظريش مني ده، فانا مش هخدعك واقول لك انا هبطل وانا مش هبطل. في اللقطة دي لا انا بقول لها يعني يقول لهم والله هو القطر يفوتني احسن ما يدوسني يعني. وبعدين يا اخي سبحان الله بنشوف بنات يعني القطر فاتها في السن اللي كل الناس مستنية البنت دي ترتبط فيه، بس ربنا بيعوضها بواحد عارف كأنه معمول لها بالتفصيل. العوض ده اللي بيجي في الافلام والمسلسلات المصرية، البنت اللي بتتبهدل وبعد كده بيجي لها انسان تحفة بمواصفات عالمية، ده والله بنشوفه في الواقع بيحصل. وربنا يرزق كل بنت صاينة نفسها وحامية نفسها. وبشكرك يا معتز ان انت كمان يعني شاورت لي على النقطة دي، لان في نقطة مهمة قوي 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 عايز اقولها لكل بنت جميلة ويعني بتتقي الله في نفسها. بالله عليكي بالله عليكي في تفاصيل بسيطة ممكن تكون معطلة الدنيا. يعني الموقف ده انا عشته مع صديق ليا، كان كنا في ايفنت كبير وشاف بنوته حسن انت تعرف فلانه، فانا اعرفها يعني في تبع مين، اعرف ممكن نوصل لها ازاي. انا مشدود ليها وعايز اتقدم، يعني شاب محترم جدا وهو اوريدي كان يعني اتخرج وبدأ يشتغل الكلام ده من اكتر من 10 سنين. وعايز يروح يتقدم على طول يعني. اتفاجئنا واحنا طالعين من الايفنت ان هي واقفه بتهزر مع شاب وبتسلم بهزار وكده، فقال لي لا خلاص مش هينفع. يعني هو بالنسبه له هو عايز صفات معينه، منها ان البنت دي تكون حاطه حدود في التعامل مع الشباب. الفكره ان في تفاصيل بسيطه زي دي ممكن يكون كان جاي لك والله حد جميل جدا، بس بسبب موقف بسيط زي ده الدنيا وقفت. عارف طبعا ده النصيب، بس ما انت يعني نصيبك ده برضو انت ليكي يعني يد فيه. كذلك الشباب. انا بقابل والله انا نفسي في انسان زيك بس ما يكونش بيعمل واحد اتنين تلاته، انا نفسي في انسان زي فلان بس ما يكونش بيعمل واحد اتنين تلاته. فمهم ان احنا كمان كشباب ناخد بالنا من تفاصيل بسيطه بتحصل في حياتنا، ممكن تكون دي كمان معطله الفتح الكبير اللي ربنا هيكرمنا بيه بالزوجه الصح. عظيم. طيب لو جالك شريك حياة مثالي لكن مش بيسندك وقت سقوطك، هتقدر تكمل ولا الدعم أولى من الكمال؟ طيب برضو السؤال ده يعني بتزنقني انت دلوقتي. شريك حياة مثالي، ما هو مثالي دي بالنسبة لمعاييري لازم يكون بيسندني. عايز تقول مثالي يعني جمال وعيلة ولو هناخدها بمعايير النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أفضل معايير. واحدة يعني ذات جمال ومال وحسب ونسب ودين. فانا لقيت فيها الاربعه بس ما لقيتهاش بتسندني او بتدعمني. هتكلم معاها هقول لها والله دي لغه الحب الاولى بالنسبه لي. واظن واحده بالمواصفات الاربعه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالهم، فلا هي هتبقى واحده تقدر ان هي تغير ده فيها. حتى لو المسانده مش هتكون بالشكل اللي انت عايزه كبيره، مسانده بسيطه بس ماشي يعني، في حاجات تانية تشفع لها. لكن في نقاط ما يقدرش الواحد يستغنى عنها. حتى لو كان في بقى دعم وفي مساندة، ممكن تكون واحدة بتدعمك وتسندك جدا بس انت مش مرتاح جنبها، بس مش مالي عينك. ومالي عينك دي وانت بتغض بصرك، عشان انت لو معاك ملك الجمال الكون وانت مش بتغض بصرك مفيش فايدة، هتشوفها مش حلوة، مش هتشوفها مش كافية. بس يكون في قبول يعني جذابة بالنسبة لك. ففي نقاط أساسية بالنسبة لك لازم تكون موجودة. لو في حاجة تانية يعني انت حاطط 10 معايير زي ما قلنا، فلقيت 7، والله في الوقت اللي احنا فيه ده أول 7 أساسيين بالنسبة لك لقيتهم، اتجوز، يلا بينا. طب في 8 و9 و10، والله يا فندم مش انت ال7 الأوائل لقيتهم، خلاص يلا توكل على الله. تمام.
واتمنى يعني في الاسئله اللي جايه في البودكاست الجميل ده ما يكونش انت هتسالني عن المعايير دي، عشان يعني مش هينفع نقولها في البودكاست. طيب كوتش الحسن، هل الدعم بالنسبة لك معنوي أكتر ولا عملي؟ يعني محتاج كلمة حلوة ولا خطة عمل تشيلك وتطلع بيك لقدام؟ لا، كراجل تلاتيني، بالنسبة لي مش محتاج خطة عمل خالص، مش محتاج دعم على أرض الواقع، لا محتاج دعم بالكلام. الدعم بالنسبة لي إن أرجع البيت ألاقي في سكن وفي سكينة. الدعم بالنسبة لي رسالة في نص اليوم كده في عز ما أنا مضغوط، وحشتني، شكرا، ده الدعم اللي أنا محتاجه. لكن مش دعم عملي ولا خطة عمل تشيلني، لا خالص، لا مش مسؤوليتها، دي مسؤوليتي أنا. هل بتشوف ان الراجل كمان من حقه ان هو يطلب الدعم، ولا المجتمع مربي فينا اننا نكون الداعم بس للأنثى؟ بص، هتخليني بقى أغلط في المجتمع وقيم المجتمع. هو المجتمع مربينا في حاجات غلط في العلاقات، يعني الراجل من حقه يطلب طبعا. الراجل من حقه يطلب كل حاجة زي ما الست من حقها تطلب كل حاجة. احنا بنشوف في الجلسات واحدة عايشة بقالها 5 سنين في حاجات أساسية في العلاقة مش طالباها، ليه؟ عشان لما رحت كلمت بابا أو ماما قالوا لي بلاش دلع. طب دي حاجة أساسية يا جماعة بالنسبة لي، أنا محتاجة الراجل ده يحضني كل شوية، هو ما بيحضنيش. أنا مش أبوكي، أنت مش صغيرة، اكبري بقى. تمام، طب دي حاجة مهمة بالنسبة لها في العلاقة يا جماعة. أنا بالنسبة لي مهم جدا في العلاقة كل شوية واحد يا عم كيفه غريب، أنا محتاج كل شوية وأنت معدية تزغزغيني. أنا عمال يعني بص برتجل لك أي حاجة مش طبيعية. هو محتاج الزغزغة يا جماعة، هي بالنسبة له حاجة مهمة. هنقول له لا مش مهمة؟ تمام. في حاجات مهمة جدا في العلاقة بالنسبة للفرد لازم يصرح بأن هو محتاجها، عشان ما يجيش بعد كده ويقول. وبالذات والله احنا كرجالة، يعني احنا ما يعني قليل فينا لما تلاقي راجل لماح. احنا محتاجين الحاجة بشكل مباشر، والست بتلمح. هي بتيجي مثلا تقول لك مش ملاحظ حاجة فيا غريبة المرة دي، وهي مثلا قصة ضوافرها. فانت على الله حكايتك، انت كل اللي كان شاغل تفكيرك برشلونة هتعمل ايه مع ريال مدريد في الكلاسيكو مثلا. تمام، وهي تقول لك انت اكيد بتفكر في واحدة تانية. والله انا مش بفكر في واحدة تانية، انا بفكر في فرقة تانية، فاهمة؟ في 11 نفر تانيين بفكر فيهم. ويعني بمناسبة ان البودكاست بينزل في بداية بقى الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، كنت في ايفنت كبير كده، ففي دكتورة جميلة جدا بتنصح كل السيدات ان هي تعمل لازواجها جو ليه علاقة بالدوري الانجليزي او الدوري الاسباني في البيت، عشان ما ينزلش يتفرج في القهوة. فانا من هنا، من مكاني، من الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، بقول لهم ما تسمعوش كلامها. يعني انتوا غالبا يعني مش فاهمين في الكورة، وهتبقي قاعدة بتشجعي الفريق اللي هو ما بيشجعهوش، فهتضايقيه، فهينزل يتفرج على القهوة بس هيبقى متضايق منك، فلا سيبيه ينزل يتفرج على القهوة. يخلص الماتش ويطلع لك على رواق. احكي لي كده عن موقف حسيت فيه فعلا انك كنت محتاج حد يكون جنبك، ويا ترى الشريك وقتها كان موجود؟ ربنا يسامحك يا معتز، والله ان انت اول ما سألت السؤال ده جه في بالي موقف على طول. كنت فيها في اليوم ده كنت مرتبط، انا فاكر حتى كان يوم حد، الكلام ده تقريبا من 2 سنين. وكنت مسافر وعندي خطوة مهمة قوي في حياتي، وكان المفترض ان انا مرتبط يعني. فانت عارف انت بتاخد خطوة مهمة قوي في حياتك، هتنقلك في الكارير، وهتنقلك ماديا. فانا قبلها بيوم قافل كل الدنيا عشان عايز اركز في اللي انا هقدمه بكرة. وجات الانسانة الجميلة اللي معايا تتخانق السبت الصبح: انت مشغول عني، انت مش مهتم بيا، انت اناني، انت مش بتفكر في نفسك. يا بنتي انا بفكر في اللي هيحصل بكره، عشان لما اخلصه اجي اتقدم لك. انا اصلا يعني اكتر دافع بالنسبه لي بكره انا وانتي علاقتنا. ما بتتحسبش كده، وانا ما طلبتش منك انك تاخد خطوه كبيره. يعني انت ما طلبتيش مني، بس انا محتاج اخد خطوه كبيره عشان انت تبقى فخوره بيا.
عارف يعني حصلت خناقة يوم السبت، وأنا جاي في بالي إن الحد الصبح هي هتبعت لي رسالة، يعني اللي هو مثلا أنا مش طايقك وأنت أناني وشرير، بس أنا جنبك وبحبك مثلا. وعارف بقى طول سكة السفر، احنا بنتكلم في 4 ساعات سفر، طول السكة أنا عمال أبص في الموبايل، أبص على الواتساب، مفيش حاجة، مفيش حاجة اتبعتت. فكنت داخل متضايق جدا، قلت طب هطلع ألاقي رسالة لما تخلص طمني عليك، مفيش. ف دي لحظة يعني يا ريتك ما سألت السؤال ده. كنت محتاجه على فكرة. كنت وقتها في كذا حد بقى بيبعت لك يطمن عليك، أصدقاء، ناس بتحبك، حاجة. بس انت بتبقى وقتها سايب ال 100 شخص او ال 99 شخص اللي بيسألوا عليك، وانت عايز شخص بعينه هو ده اللي انا عايزه يسأل عليا. هل فكرة إن الراجل ما ينفعش يبان ضعيف فكرة مطروحة للحوار؟ يعني من كتر ما المجتمع ما بيشوف إن الراجل له دايما القوامة وبيقدم دايما الدعم، خلاص ما ينفعش يبين إنه محتاج الدعم، لا تكون مسبة في حقه يعني. هل بنخاف نقول للي قدامنا أو للشريك اللي في حياتنا أنا محتاجك تكون جنبي؟ يا الله، تاني برضه هتخلينا نقول يا دي المجتمع واللي بيربينا عليه المجتمع في العلاقات. الراجل ما ينفعش يعيط من وانت صغير. انت بتعيط ليه؟ الراجل ما بيعيطش، هو مش بني ادم يعني، هو حيوان. طب يا اخي حتى الحيوان بيعيط يا اخي. يعني احنا لو بنهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعيط، ان العين لتدمع. بس هيفرق اكيد طبعا. هو انت بتعيط على ايه؟ يعني انا افتكر قصة كده كانت بتتحكى لنا عن سقوط الاندلس، ان كان دايما الصليبيين بيبعتوا جواسيس، فيجي جاسوس يرجع للملك بتاعه يقول له مش هينفع نفتح الاندلس دلوقتي. ليه؟ يقول له عشان لقيت طفل بيبكي. ولما سألته انت بتبكي ليه؟ فقال له عشان والدي خرج للغزو وما خدنيش معاه. فتخيل ان الاطفال بتفكر في الغزو، فمش هينفع تفتح الاندلس دلوقتي. وبعد سنين وبعد سنين طويلة يرجع جاسوس تاني يقول للملك يلا بينا نفتح الأندلس. ليه نفتح الأندلس دلوقتي؟ عشان لقيت شيخ كبير، راجل كبير في السن، بيبكي. فلما سألته بتبكي ليه؟ قال له عشان حبيبتي سابتني. فأكيد بيفرق أنت بتبكي ليه، أكيد بيفرق أنت طالب الدعم في إيه. في واحد ممكن يكون طالب الدعم في حاجة بالنسبة لنا احنا كرجالة، سيبك من وجهة نظر الست. بالنسبة لنا احنا كرجالة شايفين ان هي حاجة تافهة، في حين ان هو شايفها حاجة كبيرة. لا، هنا في مشكلة في منظوره هو نفسه. زي ما اوقات احنا يعني بنشوف ان من القوامة ان ايا كان الست زعلانة عشانه لازم تشاركها، لازم تسمعها، لازم تطبطب عليها. طب يا عم ده موضوع تافه، لا ما ينفعش نقول عليه تافه. لو الموقف نفسه تافه بس مشاعرها مش تافهة، فلازم ان انت تسمع ده وتحتوي ده. ولو هركز على سؤالك بالظبط في نقطة هل الراجل ينفع يبان ضعيف، هو لو مش هيبان ضعيف قدام اللي هيتجوزها صعب يتجوزها. يعني يبقى الجواز ده شركة بتتعمل عشان نجيب عيال وعشان نثبت للمجتمع ان احنا الاتنين نافعين، احنا الاتنين الصلاحية بتاعتنا موجودة. لكن ده مش جواز حب. جواز حب يعني انا بقدر ان انا اعبر لها عن كل حاجة جوايا، كل مخاوفي وكل ضعفي، فتسندني وتتقبلني. في جزء كده من مسلسل ذا مينتالست، كان البطل بيقول ايه الصفات اللي كانت في زوجته وهي ماتت خلاص. فكان بيقول ايه اكتر حاجة يعني خلته يحبها. فقال شافت اكبر نقاط ضعفي وتقبلتني وحبتني. فدي حاجة عظيمة جدا بالنسبة للراجل. لكن لو الست اللي معاه فعلا ناضجة وواعية وتستاهل ان هو يتعرى نفسيا قدامها. لكن لو هو شايف ان الانسان اللي معاه لسه ما عندهاش النضج الكافي ان هي تحتوي ده، لا خلاص. ما هو مش كل الستات خديجة. يعني انا واثق ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي ولما جبريل جاله، ده كان وقت خديجة مش وقت عائشة.
فانت لو معاك عائشه، لا يا باشا مش هينفع ان انت تبان بالضعف قدامها للاسف، يعني هيبقى صعب. لكن لو معاك خديجه، لو ربنا رزقك بخديجه، فانت لا، انت قادر، يعني انت قادر تعبر عن قوتك وضعفك بمنتهى الاريحيه. طيب لو شريك حياتك كان ناجح أكتر منك، هل ده ممكن يهددك ولا هتفرح له وتدعمه بنفس القوة؟ وهنا أنا أقصد إن لو الميل أو الذكر هو اللي كان أقل نجاحا من الأنثى، يعني الأنثى كانت هي اللي ناجحة يعني. طيب نجمل الكلام ولا نيجي دغري؟ نيجي دغري، تمام. لا، مفيش راجل هيتقبل ان الست اللي معاه تكون ناجحه اكتر منه، واللي يقول لك غير كده يعني شك فيه. تمام. مش هيتقبل ده. طبعا بقى نتكلم في نضجه وفي قوامته، هو هيتعامل مع ده ازاي. يعني انا ممكن اكون متضايق ان زوجتي اشطر مني وانجح مني وبتدخل دخل اكبر مني، خلي بالك الستات شاطره جدا في الموضوع ده. وبتعرف ازاي توفر وتتصرف وتجيب ذهب وبعد كده تبيع، يعني هم دماغهم شغاله في الموضوع ده. ونشوف بيوت كتيرة اللي ماشية الدنيا، ست بتعرف تمشي البيت بقرش وبتعرف تمشيه ب10. احنا كرجالة على الله حكايتنا قليل لما بتلاقي حد يعرف يهندل الدنيا دي. فصعب قوي الراجل يتقبل ان الست اللي معاه تكون ناجحة اكتر منه او بتدخل دخل اكبر منه. الفكرة بقى في قوامته هنا وفي نضجه وفي وعيه وفي رجولته، مش ذكوريته، في رجولته هيتعامل مع ده ازاي. انا بشوف واحد يجي يقول لي والله بص هي اشطر مني، انجح مني، بتدخل دخل اكتر مني، بس انا بدعمها وبشجعها عشان عيالنا، حتى عشان زي ما انا بدعمها وبشجعها هي هتدعمني وتشجعني، وممكن بعد كده ربنا يفتح لي انا فتبقى هي فاكره لي الوقت اللي انا دعمتها فيه وشجعتها فيه. في واحد تاني يبدا بقى يكسر فيها، يبدا ينتقد حاجات هي مثلا مقصره فيها في البيت. ما انت لو قاعده في البيت كان زمانك عملتي كذا. ولا هنا بقى الراجل بيبقى عنده مشاكل، هو محتاج يعني يتعالج، محتاج يسترجل، محتاج يقعد مع حد كده يفهمه هو غلطان في ايه، وبعدها نقول بقى يتعامل مع مراته ازاي. أم، هل شايف إن هل شايف إن جملة وراء كل رجل عظيم امرأة جملة حقيقية، يعني تلمسك لما تتقال أو مقتنع بيها، ولا ليك رأي تاني؟ وراء كل رجل عظيم امرأة، متفق معاها بنسبة 101% جدا. أعظم رزق للإنسان، للرجل، بعد يعني إن ربنا يرزقه نعمة الإسلام، الزوجة الصالحة. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، أجمل حاجة في الدنيا الزوجة الصالحة. والصالحة دي مش مقصود بيها إن هي بس متدينة، لأ، صالحة ليك عشان تظبط الضلع اللي اتشال من عندك، تيجي هي بضلعها الأعوج تظبطك. تمام. فما اعرفش حاجة في الدنيا جميلة وعظيمة ورزق يعني بيدل على ان الله عز وجل راضي عن الراجل قد ان هو يرزقه زوجة صالحة، زوجة جميلة، زوجة شجاعة، زوجة يعني تحتويه وتعينه على الدنيا، وكمان تطلع له أولاد جمال، أولاد صالحين. وخليني أقول لك إن إحنا بنشوف في حياتنا، وعندي كتير أصدقاء كانت حياتهم مش أفضل حاجة، وما كانش واثق إن يعني الله الكريم سيتكرم عليه في حياته، في شغله، في صحته، في ماله، لحد ما اتجوز. فكانت واحدة هي مفتاح كل الرزق وكل الفضل وكل السعادة. والله يا أخي في منهم الشباب كان لبسهم وحش بقوا مشياكة والله بعد ما اتجوزوا، وفي العكس للأسف برضه، في العكس. في واحد كانت حياته جميلة وربنا يعني منعم عليه بصنوف وألوان وأنواع من الرزق، وبعد ما اتجوز كانت
يعني جوازة غير موفقة، حياته باظت، حياته اتدمرت، الدنيا كلها ما بقتش ماشية معاه بشكل كويس. فالزوجة العظيمة الجميلة الصالحة هي بتسند الراجل بشكل مهما نتكلم عنه في البودكاست مش كفاية. طيب لو حابين ان احنا نختم الحلقة بتاعت البودكاست النهاردة بحاجة نقولها للشباب والبنات، تحب تقول لهم ايه؟ بس يعني لو احنا بقى حابين نختم بحاجة كده للشباب وللبنات، في صفتين لازم يكونوا موجودين في شريك حياتك، وفي صفة لازم تكون موجودة في شريكة حياتك. الصفتين اللي لازم يكونوا موجودين في شريك حياتك: القوة والأمانة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وممكن نتكلم عن القوة والأمانة من هنا لبكرة، بس انت يعني أكيد فاهمة إن القوة مش بس قوة جسدية، دي قوة جسدية وقوة نفسية وقوة إيمانية وقوة مادية في الزمن اللي احنا فيه ده، وقوة خلقية مكتملة مع الأمانة. أنا هبقى في أمان وأنا معاه، هيبقى حميني ومحتويني وسندي. بالنسبة للزوجة اللي حضرتك بتختارها، وأهم صفة تكون فيها نفس البنوتة اللي قالت يا أبت استأجره وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. صفة غالية قوي إن تلاقي بنت، إن تلاقي شريكة عندها حياء. في عز اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، البنت اللي عندها حياء دي كنز. البنت دي مفيش فلوس تكفيها، ولا يعني تأدي ولا توفي حقها. لا تقدر بكنوز العالم، مش لا تقدر بمال. البنت اللي عندها حياء. فلو لقيت بنت عندها حياء وفي يعني قبول شكلي وروحي كده ما بينكم وبين بعض، انطلق، توكل على الله. ويعني سيبك من الخوف اللي موقفك واللي معطلك، واصل ممكن يجي مش عارف ايه قدامي يكون احلى. ما تضيعش من عمرك كتير. الكلام ده للاصدقاء الشباب وليا والله. لقيت الشريكة، استعن بالله مهما كانت ظروفك المادية والمجتمع او البلد، يعني الدنيا مش مطمئنة. كأنك انت بقى الموضوع بينك وبين ربنا. يا رب انا اعتمدت عليك، توكلت، اخذت بالاسباب، انا مجتهد في شغلي وبطور من حالي، الباقي بتاعك. افتح لي انت ابواب فضلك ورزقك، ويقينا في الله هيرزقنا جميعا بكل الخير والجمال وجنات في الدنيا والآخرة ان شاء الله. وفي آخر جلستنا النهاردة حابين نقول اللي بيحبك مش دايما بيسندك، واللي بيسندك مش شرط كل يوم يقولك أنا بحبك. الحب مش وردة في مناسبة ولا كلمة بتتقال وقت الفراغ. الحب الحقيقي هو اللي بيبان وقت الغربة، وقت الشدة، وقت ما تكون فعلا محتاج السندة. اللي يستحق يمشي معاك المشوار هو اللي بيحس بيك من غير ما تشرح، وبيسندك من غير ما تنده عليه، وبيشوفك كفاية حتى في عز لحظاتك اللي انت شايف فيها نفسك ناقص او مكسور او تايه. وافتكر دايما مفيش حاجة اسمها فرصة ضايعة. لو كانت مش بتسندك فهي عمرها ما كانت فرصتك. لو كان مش بيدعمك عمره ما يكون عكازك، ولا تكوني ضلعه التايه عنه. ما تسمحش لضغط المجتمع انه يكسرك او يرسم لك حياة مش على مقاس حلمك، ولا تسلم نفسك لتوقعات الناس ترسم لك سكة ما تشبهكش. ما تتجوزش عشان تفرحهم، اختار اللي تفرح بيه، اختاري اللي يفرح قلبك بيه حتى لو ما حدش فهمكم. دي كانت جلسة من جلسات مستر فايبس والحسن بن عمران تحت بودكاست رحلة وعي. وبنقولك من هنا احنا لسه في اول الطريق، والطريق ده مش سهل، بس لما تبدأ تمشي بوعي هتعرف ان كل خطوة فيه كانت مستنياك. خلي وعيك هو اللي يختار، مش خوفك ولا ضغط المجتمع. شكرا لقلبك اللي سمعنا لحد هنا، ونشوفك الاسبوع الجاي في جلسة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.